يا ما شاء الله، تورتينا كل سنة تعمل لنا حاجة وتطلع لنا حاجة جديدة. السنة اللي فاتت عملت لنا الشرقانة والغرقانة. السنة دي عاملة لنا بقى المكشكشة والمدحرجة. شايفين الجمال؟ طب وبعدين في الجمال ده تيجوا نعمل المكشكشة النهاردة. عملنا قبل كده الشرقانة والغرقانة، هنعمل النهاردة المكشكشة. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمل المكشكشة ازاي. في صينية كده هدهنها بالسمنة، وهجيب معايا لفة جلاش. انا عايزه اقول لكم ان المكشكشه دي سهله جدا. بعد ما خلصوا صلاه التراويح قالوا لي ما فيش حاجه حلوه يا ماما، قلت لهم لا ما عملتش حاجه حلوه. طب اعملي لنا اي حاجه سهل. قلت بقى ايه اما اقوم اكشكشها اكشكشها واعمل لهم صينيه مكشكشه بالشكل ده كده. حطيت كل ورقتين سمنه، كل ورقتين جلاش بحط دهنه سمنه واكشكشها بالشكل ده. فاكرين المروحه اللي كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين؟ هي دي. ايوه، خدت ورقتين اهوت من الجلاش وكشكشي بقى، ورصي صينيتك كده كله جنب بعض بالشكل ده. دهنة سمنة وورقتين جلاش وكشكشي، وحطي في الصينية اللي مدهونة سمنة. بس كده، مفيش اسهل من كده، بجد سهلة جدا. خلاص كده كشكشنا الصينية كلها. هنبدأ بقى ايه، نحطها في فرن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط. هقطعها الأول. طبعا أنا ولعت الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. هحط الصينية دي على الرف الأوسط. أول ما تاخد تنشف كده معايا هبدأ أديها التشريبة. التشريبة بقى اللي هي عبارة عن ايه، كوبايتين 2 حليب وباكو كريم كراميل اللي هو الجاهز. هفضيه كده في كوبايتين الحليب وهدوبهم كويس مع بعض. وهبدأ الصينية بتاعتي شايفين خدت لون ذهبي كده. هبدأ بقى ايه، احط التشريبة ديت عليها بالتساوي كده، وهرجع تاني ادخلها فرن على درجة حرارة 200. يعني الاول على 180، دلوقتي على درجة حرارة 200. هتطلع معايا بالشكل ده على درجة حرارة 200 على الرف الاوسط. طبعا معايا شربات تقيل وبارد، وهي سخنة بنزل عليها بالشربات بتاعي. الشربات التقيل البارد بيبقى عبارة عن ايه، كوبايتين سكر، كوبايتين مية، عصرة ليمون، معلقة عسل جلوكوز. بيغلوا على النار لغاية ما يتقل معاكي، وتبدأي بقى ايه تشرب. طبعا الشربات جاهز عندي، فحطيت كده شربته بالشربات. وهنبدأ بقى ايه، قطعنا الجلاش بتاعنا. شايفين منظره عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم بقى ان المكشكشه دي بتتباع برضو بمبلغ وقدره. احنا ما نشتريش حاجه يا جماعه، احنا نعملها في البيت. يعني عشان ادفع في صينيه جلاش زي دي 450 جنيه، فحرام كتير قوي. فاحنا نعملها في البيت ما كلفتناش 30 جنيه او 40 جنيه. وكل سنه وانتم طيبين، وجربوا المكشكشه ويا رب تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسونيش بلايك وشير للفيديو. كل سنه وانتم طيبين. جربوا المكشكشه، جميله، سكرها خفيف.